السلام عليكم ورحمة الله. دائما نحييكم خوتي المغاربة أينما كنتم داخل المغرب أو خارج المغرب. القضية ديالنا هي على هاد الناس اللي كيسيئوا المغرب، كيتهموا المغرب بأنه دولة، خاصة الشعب المغربي عايش بالدعارة. اليوم غادي نكشف لكم حقيقة الجزائريين تبنيا، وما كنتكلمش على الناس الاصول، الناس اللي هما عندهم اخلاق عاليه في الجزائر. كنتكلم على خاص الناس اللي تابع النظام ديال التبوني والنظام ديال شنقريحه. خليكم مع التفاصيل وغادي تسمعوا الحقيقه من داخل الجزائر. الدعاره هي رقم الاول في الجزائر. المهم اخوتي خليكم تتابعوا معنا الفيديو حتى النهايه. في الدعارة خاوتي، الجزائر أصبحت الأولى في العربية في الدعارة. معليش، حبيتوا تلصقوها فيا أنا. ولات الجزائر كثر من تونس في الشراب، ولات كثر من البرازيل في الكوكايين، ولات كثر من العالم كامل في الحرابش، في الخلا السلبيات. نجيبوا لكم عالم دين 8000 بيت دعارة، واسمعوني واش راني نقول لكم. شمس الدين قال في الجزائر كاين 8000 بيت دعارة. بكري كنا نصيبوا اطفال في المزابل يشبهونا احنا الجزائريين، طفل ديزالجيريان. الان راني نصيب اطفال في المزابل عينوا هكذاك، عيون تاع الصينيين واجناس اخرى. يجي واحد اجنبي من الخارج، يجي من ايطاليا، يجي من اسبانيا، يجي من فرنسا، يجي من الولايات المتحده الامريكيه، يجي من الهند، يجي على هدف واحد فقط، على جال الجنس. هو راعية فرنسية اسمه الكامل جون ميشيل باروش، صانع أكبر فضيحة أخلاقية بالجزائر، وهو يختفي وراء الستار صاحب وكالة وهمية لعارضات الأزياء بإحدى الأحياء الراقية بعنابة. قدم إلى أرض الوطن في مهمة للإيقاع ببنات الجزائر، مستعملا عروضا إغرائية مكنته من اغتصاب العشرات من القاصرات وهن تحت تأثير المهلوسات، وهي الجريمة الأخلاقية التي اهتز لها الشارع الجزائري سنة 2012. وكان الراعي الفرنسي باروش قد مثل للمحاكمة سنة 2013 بعد الإطاحة بشبكة الدعارة التي كان يترأسها لابتزاز القاصرات لتقعن فريسة بين مخالبه، بتواطؤ أخصائيون في طب النساء الذين وظفهم للإجهاض، وهي الفضيحة الأخلاقية التي واجهها المتهمون أمام محكمة الجنايات هذا الخميس مجددا بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لتسلط عليهم المحكمة الجنائية أقصى عقوبة. وهكذا طوت المحكمة قصة العجوز باروش ذو الأصول الفرنسية الذي كشفت مكيدته الدنيئة مراسلة صحفية. من الناس اللي قالوا كلمة الحق ويقولون كلمة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. الدعارة المنظمة هي الدعارة اللي تخضع لقواعد خاصة، قواعد إدارية صحية أمنية موجودة في الجزائر وهي كانت دائما موجودة. بدأت هذه البيوت الدعارة تنتشر عبر الجزائر، كاين منهم معروفين جدا. كاين تسريح يسميوه لا باتونت. هذا التسريح الولاية هي اللي تعطي، يعني الوالي هو اللي يشرف على هذه الوثيقة اللي تسمح بفتح هذا البيت. شكون اليوم اللي راهم يسيطروا على شبكات الدعارة؟ الرجال، جهاز أمني، ويعس السائح الأجنبي وهو يقضي حاجته. منفتح على الجميع حتى مع من يختلفون دينيا ويلحدون. كيف سيتصرف أبو جرى السلطاني مع الحفلات الماجنة والكباريهات وبيوت الدعارة مثلا؟ جزء من الدولة هذا. وزارة التضامن تحدثت عن وجود نحو 3000 ولادة طفل غير شرعي، بينما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحدثت عن 45,000 طفل غير شرعي سنويا في الجزائر. أرقام مرعبة حقيقة. نعم. في مجتمع محافظ في بلد مثل الجزائر، يعني الحمد لله احنا ما زلنا بلد محافظ. نعم. كتروا فيها الخماج، كتروا فيها الفساد. الله يهديهم ويخليوا لنا هذا البلد، يخليوها نقية. اللي يجي التوريست يجي مرحبا به، بصح يجيب شرف، يجيب المعزة.
نشيب الهماج. بصح انتم ما تخافوا ديروا هذا القانون، لان كعب لي لو كان دير هذا القانون معناتها نغلقوا الخمارات، معناتها نغلقوا بيوت الدعاره، معناتها نغلقوا الربا، ما لا خلوا المراه تاكل حرام، زعما غايتهم غير ولات بالله واحد في الزنقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، راجلها يجيب لها القفه تاع الحرام ما يهمهمش، وزعما يحافظوا لنا على الشرف تاعنا، رانا ضد راجل يتبلى مراه، ومنا فاتحين 8000 بيت دعاره، 8000 بيت دعاره، تغيدكم انتم الشرف تاع المراه، لو كان تغيدك الشرف تاع المراه، اغلق بيوت الدعاره، ابدا تمك راهو الفساد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ركننا سيارتنا على مقربة من هناك وحضرنا الكاميرا لنقف على خروج فتيات في أوقات مختلفة من 8 مساء إلى 9 و10 ليلا. كل هذا يجري من الباب الرئيسي وأمام أعين أعوان الأمن. أما وجهة الطالبات فهي محطة النقل للتلاقي مع عشاق في جلسات وناسة وتحت غطاء سواد الليل. لا للعاهرات لا للفنادق البيوت الدعارة، احنا ماذا بينا المسؤولين يسمعوا لنا ويديروا حد لهذه البيوت الدعارة، هذه ما راهيش فنادق هنا في عين الترك. رؤساء الأحياء وجمعيات المجتمع المدني بأضرار يقولون سيدي الكريم انتشرت أوكار الفساد في ولايتنا العزيزة وباتت تنشط جهارا نهارا دون أي اعتبار للأخلاق والقيم والمبادئ التي طالما ميزت المواطن الأضرار الغيور المعروف بالنيف والحرمة، الخبز والماء وراس في السماء. ومع صمت السلطات الرسمية والولائية وعدم تحريكها لأي ساكن رغم المراسلات منذ سنة 2003. المبادرة هذه بديناها من أجل جمع التوقيعات، من أجل طرد العاهرات وبائعات الهواء اللي احتلوا هذه الساحة 20 أوت واحتلوا شارع الجمهورية. بناتنا والعائلات تاعنا وخواتاتنا ولي فامي كيما راكي تشوفي هادو ما كانوش يجوا هنايا، هذه المنطقة كانت محتلة، كانوا يسمعوا كلام طايح، كلام كما يقول لك ما تقديش تسمعيه. تجيب طفل واحد آخر في الحرام، ولكن الأمهات في البيوت شكون يحميهم لما تفتحوا 8000 بيت دعارة. يشد انتباهك عندما تمر على إحدى الإقامات الجامعية في ولاية سيدي بالعباس العدد الهائل للسيارات التي تجدها تنتظر أمام الأرصفة في وقت من المفروض أن الإقامة الجامعية قد أغلقت أبوابها. في الأول قد تحتار، لكنك تفهم فيما بعد ذلك أنها لاصطياد الفرائس البشرية من الطالبات اللواتي يمكثن في الإقامة. فأصحاب السيارات ينتظرون لاقتناص الفرصة الذهبية لدعوتهن للذهاب معهن والركوب في السيارة. ومن المؤسف أن هناك من تلبي دعوة الذئاب وتعكس صورة سيئة عن الطالبات تدفع ثمنها جميعهن دون استثناء. تمشي فقط بلدية عين ترك اللي فيها الفساد، حتى مدينة وهران راني نعمل تما وفيها الفساد. ماذا بينا كاع الناس تكون عندهم الضمائر الحية وتنوض وتوقف ضد هذا الفساد. ليلة ضد الفساد من 2007 إلى يومنا هذا. نحن هنا سكان الحي الغربي جملة نطلب إزالة هذو بيوت الدعرة، أولادنا يخدموا في الشرايك يضربوهم باللي راه حي مسخ، ما بقات لنا كرامة. ناشدوا كل الجزائريين الشرفاء يديروا لنا حل لهذا الفسق اللي راه موجود بيننا، وهذا المرض الفتاك، مرض السيدة والزهر والسرطان راهي تنتشر في الحي. الدعارة هي لب كل مشاكل، هي اللي تجيب الدعارة،
وهي اللي تجيب المخدرات وتجيب شرب الخمر وضيعت لنا الاولاد هنايا. الاولاد كانوا يمشوا للقرايه ولاو يفوتوا هنا للدعاره. وعندنا ماده 343 في قانون العقوبات تجرم هذا الفعل في الحالات الخمس، توفر الحالات الخمس كلها توفر هنا، المساعده والدعاره على العلن، كل هذه الامور موفرين. والماده 343 عندها حالة 5 حالات تجرم فيهم هذا الفعل كلهم متوفرين هنايا. وحنا ها هما مراسلاتنا، راسلنا مدير الامن. يعني تصدقوا يا ناس، يا مجاهدين، يا اللي حاولتوا الجزائر وما زالكم حيين، كنتوا تصدقوا جاوبوني. يا مجاهدات، يا اللي وكلتوا المجاهدين وطعمتوهم، كنتوا تصدقوا بلي يجي نهار على الجزائر عدد الولادات من الحلال في السنة 75,000 وعدد الولادات من الزنا 80,000. تصدقوا هذه؟ كنتوا تصدقوها؟ عدد الولادات من الحلال 75,000 وعدد الولادات من الزنا 80,000. ويننا رايحين؟ استغلال مجمع سكني كوكر للدعارة، إضافة إلى ترويج مشروبات كحولية وأقراص مهلوسة والمخدرات. تم مداهمة المكان حيث أسفرت العملية على توقيف 29 شخص من بينهم 12 امرأة و17 رجل، مع حجز 227 وحدة من المشروبات الكحولية، إضافة إلى 27 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، قطعتي كيف معالج، مبلغ مالي قدره 16,740,000 سنتيم من عائدات الدعارة. نطلب منكم ربي يجازيكم، تنقوا لنا هذو عيون الترك، تنقوها لنا من الفنادق ومن بيوت الدعارة، ونقولوا البنات اللي راهم في العيون اتقوا الله، اتقوا الله في نفوسكم، الدنيا ما تدومش، اتقوا الله في نفوسكم، الموت يأتي بغتة، اتقوا الله وتوبوا إلى الله توبة